دون أبو طويلة ذراع اليمنى ينفصل عن جسده يتمرد عليه؟ لذلك أحب أقول لك ابتعد عن أي شيء اسمه خلدون أبو طويلة، ونهائياً لا تمد إيدك إليه. أعتقد أنت ما زلتي وحدة من هاي الإغراءات اللي براس خلدون أبو طويلة. طبيعي إن تكون ردة فعلك بهاي الطريقة، لأن مو من المعقولة إنه يصير هذا الشيء. لكن ما أدري، فد شيء داخلي استنفر البقية الباقية من احترام النفس. كل اللي أريده منك إنه أبداً ما تمد إيدك لخلدون أبو طويلة، ومهما كانت الإغراءات. وليش ما أكون أنا ضمن هذول الناس اللي يتهمهم البيض؟ ما أدري، بس يمكن أنت أساساً إجيت بوقت أنا دا أبحث عن تطهير إلي من الدور اللي رسم إلي من سنين. وما تخافين؟ ما تخافين خلدون أبو طويلة يكتشف خيانتك هاي؟ المبلل ما يخاف من المطر، وأني هواية خنت أشياء بحياتي ما تستحق الخيانة. والحقيقة إنه خلدون أبو طويلة هو الشيء الوحيد اللي يستحق الخيانة. واللي أريدك تعرفه زين إنه أني مو بنت خلدون أبو طويلة. أني خلاني الزمن مجرد وسيلة إغراء، فخ منسوج من خيوط ذهبية، لكن بداخله بير أظلم ياما التهم ناس قبلك، وهسه اجى الدور عليك. يعني القضية ما تحتاج بس ضغط الزر، وتقدرين تحجين ويا سالم ويا غيره. يمه غير سالم؟ هاي شبيك يا معودة؟ يعني قصدي تقدرين تحجين ويا واحد عندكم من الديرة، تقدرين تحجين ويا زامل. هسه ايش قلتي اخليش تحجين وياه؟ لا مو هسه، أنا بعدين أخابره. بس ما قلتي لي سسها شلونه سالم؟ شخصية ممتازة وأنيق، بس ترى هو طلب مني هذا الموضوع يبقى بينك وبينه، لأن ما يريد لا شمس تعرف بالموضوع ولا زامل. يعني انت تعرفين وين زامل؟ عقليش سسها شو يا ضيع من عندنا انت تعرفين وين؟ نسمة، انت كبيرة وعاقلة ولازم اقول لك زامل وين بالضبط، بس ارجوك زامل ما يريد تعرف شمس هو وين وليش وشلون. زامل بنفس المستشفى اللي بيها شمس. نفس المستشفى؟ معقولة؟ وبدأ يكبر هذا الجدار بيني وبين خلدون أبو طويلة إلى أن أصبح سور عظيم. أستاذ شامل، يلا نغادر هذا المكان. ليش؟ ما أدري، أحس آلاف العيون جاية تراقبنا، عيون زرعها خلدون أبو طويلة بكل مكان أروح له. وين يعجبك نروح؟ بأي مكان يحمل خصوصية، قصدي يعني مو مكان عام. زين، شنو رأيك نروح للشركة؟ إيه ممكن جدا، ليش لا؟ يلا نروح. يلا تفضل. والعهد اللي بين زامل وشمس هو اللي خلاه يسوي نوع من التضحيات، مثل موقف سالم تجاهك. يا ربي، جاي يسوي بينا هاي الدنيا. الحقيقة ظروفكم صعبة وما قدامنا خيار بس نواجه هاي الظروف. يلا أنا رايحة وانتي اختاري شو وقت تحجين ويا سالم. مع السلامة. سالم اللي بقد هاي الدنيا كلها هسه نايم بين جفوني، حقوله. راحت للشركة؟ يعني صعدت بسيارة شامل. طيب ابقوا مراقبين الوضع. اي
أي خطوة من خطواتها لازم تكون مرصودة. يلا شوفوا شغلكم. يعني من زمان هاي عيون تلاحقك بكل مكان؟ كل بداية مهمة تبدأ المراقبة، وما تنتهي إلا لما خلدون أبو طويلة يحصد نتائجها. وأكيد خلدون ينتظر يحصد نتائج هاي المهمة. أستاذ شامل، أنا اللي أريده منك إنه تنتبه لنفسك، لأن أنا بأي لحظة ممكن أختفي من الوجود. تختفين من الوجود؟ إيه أختفي، لأن أنا قلت لك أساساً إنه أنا مهيئة إلى نقلة نوعية بحياتي، وهاي النقلة ما تتم إلا إذا اختفيت من حياة خلدون أبو طويلة نهائياً. هو أتمنى إنه أنا أختفي وبعد ما أرجع. طيب ماكو أي طريقة تقدرين توصلين بها لهاي الأم اللي تركتك بهذا الدار بيوم من الأيام؟ لأنه يعني ماكو إنسان مقطوع من الشجرة، حتماً عندك أهل. إيه حاولت، رحت لست نزهت مديرة الدار، حاولت أعرف أي شيء عن المرة اللي تركتني بكل قساوة قلب. للأسف المشكلة إنه أنا مدى أقدر أنسى ذاك اليوم اللي تركتني بيه. تركت طفلة عمرها ما يتجاوز ال5 سنوات. وش كان رد المديرة نسهت؟ ولا شيء، مثل العادة ما قدرت تنطيني أي شيء، لأن أمي ما تاركة وراها ولا دليل حتى أقدر أوصل لها.